معبيه جايه من الارياف وتهتف بحياه بن علي بن علي بن علي. واو. نعم. في السيارات كيف انا مزامير والعباد ترقص عزيز قدامي تو. نعم. شنو اللي عجبكم في الكلمه نتاع سياده الرئيس؟ شنو اللي عجبكم؟ كلام السيد الرئيس قال كل ما يدور في ذهن المواطن التونسي، كل ما يدور في ذهن المواطن التونسي معناها هو اتى عليه وفهم مواطن تونسي وقال لهم على اللي يحبوا يقولوه قالوا الرئيس بن علي. معناها فرغ لهم ما في صدورهم، وفعلا التجاوب اللي نشوف فيه تو قدامي معناها اكثر من 10,000 مواطن ناس ترقص، ناس معناها فرحه تحت بحياه بن علي الصغيرين في سيدي بوزيد. وهذا هو الوجه الحقيقي لسيدي بوزيد راهو. نعم. هذا هو الوجه الحقيقي لسيدي بوزيد، يعني مع بن علي احنا. نعم. مرة لا مرة تخلفوا ولا نجموا تخلفوا على بن علي ونتخلوا عليه. نعم. اخي العزيز، هو زميلنا خالد بوميزه معايا في الاستوديو عنده سؤال ليك. تفضل يا سي فرج. حقيقة انت قلت انه ثم حاليا اعداد كبيرة من المواطنين، فاش استجاب؟ تعتقد انه معناتها الخطاب هذا التاريخي، ولو انا نقول تاريخي معناتها طيب، لان يعني من جمله المجتمع التونسي اللي تفاعلت مع الخطاب كذلك، تبقى بالنسبه لك انت كمواطن من سيدي بوزيد، ونقولوا صراحه من اين بدات الاحداث معناتها من سيدي بوزيد، تعتبر ان الخطاب هذايا استجاب لطلبات المواطن التونسي بالكامل؟ اكثر من اللازم. المواطن التونسي وقت اللي بن علي شاف بن علي كما كاك وجا وتحدث بكل تلقائيه قبل بن علي وهازوا على راسه تصوروا الهتافات وتصور بن علي معاه، والبقعه المكان اللي احترق فيه شاب تو فيها الرقص، صدقني نفس المكان معناها نفس المكان اللي احترق فيه شاب محمد عزيزي فيها الرقص وفيها الهتافات ببن علي وبتونس. تونس بن علي لا لاحد راهو. نعم. نعم. تونس لبن علي لا لاحد، وهذا الشاب كله. لو كان توصف لنا الاجواء عندك، يعني لو كان توصف لنا الاجواء، انت قلت لنا ثم مظاهر احتفال، يعني الناس شنو يحكيوا في سيدي بوزيد؟ شنو يتحدثوا؟ ما فتح بعلم تونس معناها المزامير تعيط وناس ترقص نعم. نعم. شكرا. مشاهد وكأن بن علي حل بيننا الان. نعم. او معنا مواطن اخر. تفضل.